أهلا أهلا. تعالوا نعمل مكرونة الصيف والمصايف تحفة في 5 دقايق هتعمليها. مش تاخد منك أي توقيت، سهلة وبسيطة. تطلع يا جماعة خطيرة. شايفين شكل المكرونة الجديد ده؟ حد قبله قبل كده؟ يلا نبتدي. بس اللي لسه ما يعرفنيش، انا مطبخ ست هانم. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نبتدي الفيديو. بس قبل ما نبتدي نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا مكرونة يعني بصل، في ناس ما بتحبهاش بالبصل، انا عرفت مؤخرا. او بالثوم، يعني في ناس بتعملها من غير بصل ومن غير ثوم. انا ما بحبهاش بالثوم بصراحة، بس في اوقات ممكن يتحط فيها ثوم. يعني ممكن الوصفة دي تحطي فيها فصين توم مع اللحمة. بس هتجيبي بصلة، هتطحنيها كويس جدا جدا. اولا انا هعمل اللحمة، هعمل عصاج لحمة. دي اول حاجة. ممكن في الخطوة دي زي ما انا قلتلك هتحطي فيها فصين توم، برضو بتطلع خطيرة. يعني ممكن مع البصلة بعد ما تستوى كله مع بعضه بتحطي فيها فصين توم، بتدي للحمة برضو نكهة، والمكرونة دي كمان بالذات نكهة خطيرة. تمام. هسوي اللحمة كويس جدا مع البصل. انتي ممكن تدي للبصل قبلها تقليبة وبعدين تحطي اللحمة، بس انا طبعا لقيت الوقت عندي ضيق فعملتها كده، برضو بتطلع حلوة كده مفيش مشكلة. في الخطوة دي زي ما انا قلتلك هي ما بتاخدش وقت. انتي بتحطي حلة، بتحطي فيها مية سخنة، بتسيبها تسخن خالص خالص عشان المكرونة. وفي حلة تانية هتحطي حبة زيت وحبة زبدة والبصل. تمام. البصل ده عشان المكرونة. خلاص. طيب. قعدت اقلب كده لحد ما سبت اللحمة هتستوى كويس قوي. ولما تستوى خلاص هتدخل في السوية بتاعها، هبتدي بقى ابهرها. بهاراتي للحمة سهلة، ما فيهاش اي حاجة. بحط معلقة فلفل او معلقة ونص كده على حسب اللحمة بتاعتك. وبحط شوية الملح بتوعي. بس كده. طبعا كل واحد على قد اللحمة اللي هو حاططها. خلاص. وبنزل بحبة الزبدة وحبة الزيت علشان هعمل المكرونة. شايفين المكرونة دي يا جماعة؟ المكرونة دي تحفة، شكلها شدني، حبيتها. يعني حسيت اللي هي ايه ده، شكلها جديد، حبيت اجربها. بس خلصت كده اللحمه بتاعتي خلاص. هبتدي بقى الصلصه بتاعتي بقى. الصلصه بتاعتي سهله. انا بعملها بالصلصه، بحط معلقتين 3 4 5 6 كده صلصه. وبعدين يعني بحط حبة صلصة حلوين بصراحة، افكها بشوية المية لان انا بحب اعمل المكرونة تبقى مصلصة حلو. في ناس بتحبها بالطماطم، حطي يا ست الطماطم لحد لما تسبك خالص، وابتدي بقى انزلي على حبة الملح وحبة الفلفل بتوعي. خلاص. والمكرونة اللي كانت هتجنني انا سلقتها طلعت بالشكل الخطير ده. خلاص. اولا هي شكلها كان مجنني بصراحة بأمانة. حطيت عليها عصاج اللحمة بتاعي زي ما انتوا شايفين. هقلب. يعني هقلب كويس جدا جدا جدا. ويا سلام بقى لو تحطي فيها كمان حتة زبدة يعني، او حتة سمنة براحتك. هتقلبي كويس قوي 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 قوي. وبعدين بعد ما تقلبي هتنزلي بقى عليها بايه؟ بالصلصة بتاعتنا. مش انا قلت لكم وعدتكم اللي دي مكرونه الصيف والمصايف وفي 5 دقايق هتاكليها؟ ما فيهاش حاجه، هتحطي الصلصه وتحطي اللحمه وتحطي المكرونه في 10 دقايق هتكوني مخلصه وقاعده تمام التمام. خلاص كده الصلصه بتاعتي خلصت. شكلها بيبقى جميل ازاي. انا بعمل الصلصه على قد المكرونه بتاعتي. يعني انا كيس المكرونه بحط عليه برطمانين من الميه بتاعت يعني مقدار الصلصه. هقول لكم ازاي هتحسبوه ازاي. كيس المكرونة عليه برطمانين مية من بتاعة الصلصة. سهلة. سهلة. كيس المكرونة عليه برطمانين مية، يعني انت هتحطي الصلصة هتتفك، هتحطيها تقلبيها كده شوية. وبعدين هتحط عليها برطمانين من المية. بس هيطلع عندك مقدارها قد مقدار الصلصة، قد مقدار الصلصة بتاعك هيبقى قد مقدار المكرونة بتاعك. يعني مش هتحتاجي اللي انت يبقى قليل او يبقى كتير. اللي بيحب الصلصة كتيرة في المكرونة بيبقى ده كده طبعا مناسب جدا. عايز بقى بتبقى ناشفة ده موضوع تاني. سبتها بقى على النار حبة حبة كده تتسبك حبة كده معايا عشان تطلع معايا بالشكل الخطير ده. شايفين عاملة ازاي؟ قلبي تحفة. شايفين؟ خطيرة. خطيرة يا جماعة. دي من أحلى وأجمل المكرونات اللي ممكن تاكليها. يا سلام بقى لو عايزة تحطي عليها بقى شوية موتزاريلا كده على الوش وتدخليها الفرن، حطي. مفيش أي مشكلة، مش هقولك حاجة ومش هتغيري فيها حاجة. بس دي لذيذة، طعمها حلو، سهلة،
وإيه المكرونة دي جديدة، أنا قُلت لكم في الفيديو أهي شكلها جديد، لو شفتوها قبل كده قولوا لي، خلاص؟ كلوها بقى كده وبالهنا، وافتكروني بقى بدعوة حلوة. ولو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست هانم. واسيبكم بقى أنا مع الجمال والطعامة واللذاذة دي، وتجربوها وتقولوا لي هتبقى عاملة ازاي. مع السلامة.